لو نفسك تعمليها زي اللي بتشتريها خليكي تبقي استاذه فيها، وكل مره تعمليها هتكون اجمل من اللي قبليها. البسبوسه الزين اللي انا متاكده انها تعجب كل المشاهدين. بس قبل ما ندخل على الطريقه والتفاصيل عايزين دعم للقناه بلايك وشير واشتراك في القناه من على اليوتيوب مطبخ ياسمين جنيه. اول حاجه زي ما عودنا المشاهدين هنسمي الله ونصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم. مقاديرنا هتكون كوبايه وربع من اللبن، كوبايه من السمنه والزيت ميكس ما بين السمنه والزيت، وكوبايه من السكر. نقول على مقاديرنا كمان واحنا شغالين. هننزل بكوبايه وربع من الحليب، وكوبايه من السمنه والزيت، وكوبايه من السكر. هنضيف لهم كمان كيس فانيليا ومعلقتين كبار من عسل الجلوكوز. وارفعهم على نار هاديه لما اتاكد ان السكر داب تماما مع الحليب. بعد ما اتاكدت ان المكونات كلها دابت مع بعضها اركنها على جنب واسيبها لما تبرد تماما، ونحضر بقى مع بعض سميد البسبوسه. معايا هنا كيلو الا ربع من سميد البسبوسه، بتجيبيه جاهز كده من عند العطار. هضيف له ذره ملح و3 معالق كبار جوز الهند، ومعلقه صغيره بيكنج باودر، ونقلب كل المكونات مع بعضها. كده بقى سميد البسبوسه بقى جاهز، والماده السائله كمان بردت وبقت جاهز. دلوقتي بقى مش هدمج المكونات كلها دلوقتي مع بعضها. نحضر الاول الصينيه علشان هي ما بتاخدش عجن كتير، يا دوبك بس هننزل بالماده السائله على البسبوسه وقلبتين، وفي ثواني هننزل في الصينيه على طول. نحضر بقى الصينيه. معايا هنا صينيه مقاس 35 دهنتها بفرشه من الزيت. دلوقتي بقى هنزل بالماده السائله على سميد البسبوسه واقلب. احاول ما اقلبش فيها كتير، يا دوبك بس المكونات كلها تتقلب مع بعضها. والصينيه طبعا محضرينها من قبلها، هننزل بيها على طول واوزعها كويس في الصينيه. علشان اضمن ان البسبوسه توزعي كويس في الصينيه تديلها خبطتين على الارض او على الرخام. هنزينها مع بعض باي نوع عندك من المكسرات. لو ما عندكيش هتستبدليها برشه من جوز الهند بعد ما تسقيها السير. البسبوسه كده اللهم بارك بقت جاهز. انا هسويها في فرن الغاز. لو هتسويها في فرن البوتاجاز هتفتحي لها الفرن على درجه حراره 180، واول ما تبدا الحروف تاخد لون هتفتحي لها الشوايه، بس النار تكون هاديه. ولعت الفرن في الاول على درجه حراره عاليه، بعدين هديت النار، واول ما سخن دخلت الصينيه. نحضر بقى السيرب او الشربات. معايا هنا 3 كوبايات من السكر، هضيف لهم 3 كوبايات من الميه، وارفعهم على النار من غير ما اقلبهم. هضيف لهم كمان معلقتين كبار من عسل الجلوكوز، السيرب بدأ يغلى اضيف له عصرة ليمون وكيس فانيليا. هسيب السيرب يغلي لمدة دقيقة بعد عصير النص ليمون، بعدين اطفي عليه. هضيف له معلقة كبيرة من السمنة ونشوف البسبوسة بتاعتنا اخبارها ايه.
التسوية كده اللهم بارك عسل او اخدت بالظبط نص ساعة. البسبوسة سخنة والسيرب سخن، ننزل بقى بالسيرب على البسبوس. بسم الله الرحمن الرحيم. دقيقة واحدة بس أول ما ننزل بالسيرب وهتلاقيها اتشربت كل السيرب، ودي أول علامة لنجاح البسبوسة بتاعتنا، بتلاقيها اتشربت كل السيرب اللي حطيناه. لو نفسك تعمليها زي اللي بتشتريها وكل ما بتعمليها بتفشل معاكي، تبقى تمشي على مقادير أم أحمد بالظبط. هخليكي تبقى أستاذة فيها وكل يوم تعمليها وكل مرة هتبقى أنجح من اللي قبليها. نقطع قطعة ونشوفها مع بعض. البسبوسة الزين اللي أنا متأكدة إنها تعجب كل المشاهدين. يا رب الفيديو يكون عجبكم، وما تنسوناش بلايك وشير واشتراك في القناة من على اليوتيوب، وتفعلوا زر الجرس علشان توصلكوا كل فيديوهاتنا. ولو أول مرة تشوفوني، ده مطبخ ياسمين جنيد. سلام يا أحلى متابعين.